بنك المعرفة المصري. بفضل إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم والبحث العلمي لغد أفضل، قام السيد رئيس الجمهورية بتدشين مشروع بنك المعرفة المصري في 14 من نوفمبر 2015. يعتبر بنك المعرفة المصري أحد أكبر وأشمل بنوك المعرفة الموجودة على مستوى العالم، نظراً لما يحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة. كما يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم من حيث الإتاحة على المستوى القومي. يحتوي بنك المعرفة المصري على 4 بوابات رئيسية وفقاً لاهتمامات المستخدمين، سواء عموم القراء من الشعب أو صغار السن أو الطلبة أو الباحثين. بالنسبة للبوابة الخاصة بالباحثين، فهي تحتوي على أحدث ما وصل إليه العلم من اكتشافات من أكبر دور النشر العالمية وأعرق الجمعيات البحثية الغير هادفة للربح، حيث تحتوي على آلاف الدوريات العلمية المتخصصة ذات معاملات التأثير المرتفعة في المجالات البحثية المختلفة. بالإضافة إلى مئات الآلاف من الكتب والمراجع العامة والمتخصصة. وكذلك قواعد البيانات والأدوات البحثية المتخصصة، وتشمل أيضا موسوعة بريتانيكا الأكاديمية وديسكفري التعليمية. وللطلبة بوابة خاصة سهلة الاستخدام تحتوي على نظام بحث موحد مرن الاستخدام للبحث في آلاف المقررات الدراسية للعلوم المختلفة للمراحل الجامعية وقبل الجامعية، وكذلك الكتب المرجعية من كبرى دور النشر العاملة في هذا المجال، فضلا عن موسوعة بريتانيكا للطلبة، ومئات الآلاف من الفيديوهات والصور الحقيقية والتخيلية لتبسيط استيعاب العلوم من قنوات ديسكفري وناشونال جيوغرافيك. تحتوي البوابة الخاصة بعموم القراء على المصادر المعرفية المحلية والإقليمية والعالمية باللغة العربية والإنجليزية، مدعمة بواجهة تشغيل وبحث سهلة الاستخدام. ومن أبرز المصادر قناة ديسكفري العالمية وقناة ناشونال جيوغرافيك التعليمية، والتي توفر العديد من وسائل الشرح وتبسيط العلوم المختلفة في صورها المقروءة والمسموعة والمرئية. كما تحتوي على موسوعة بريتانيكا العامة الشهيرة، والتي توفر ملايين المقالات والفيديوهات والصور في كل اتجاهات المعرفة، بالإضافة إلى الكتب التراثية والأدبية من المكتبة البريطانية باللغة العربية والعديد من المصادر الأخرى. كما تسعى البوابة إلى تكامل المشروعات الوثائقية والمعرفية المحلية الموجودة في الجهات والهيئات المحلية كمكتبة الإسكندرية والأزهر الشريف وغيرها. كما يشمل بنك المعرفة بوابة خاصة لصغار السن مدعمة بنظام تصفح بسيط وتصميم متميز للأطفال. تحتوي البوابة على العديد من القصص والألعاب التعليمية مدعمة بالوسائل السمعية والبصرية. تشمل اتفاقيات الشراكة مئات من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية مقدمة من أفضل بيوت الخبرة العالمية لتعزيز الاستفادة من استخدام المصادر المختلفة والرقي بمخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي. البوابة تشمل نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي والعلمي لكافة الجامعات والمراكز البحثية، مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية، وهي كما يلي: 1. نظام إدارة المجلات العلمية وفهرستها وحفظها إلكترونيا. 2. نظام لإدارة المؤتمرات، ويشمل إدارة المسابقات العلمية وإدارة ورش عمل المؤتمرات وإدارة تسجيل المشاركين وإدارة المعارض وإدارة النشر. 3. نظام تقييم الناتج العلمي المحلي، وهو نظام متميز متكامل تم تصميمه للهيئات العلمية لمراقبة وتقييم المجلات العلمية المحلية الخاصة بها. 4.
نظام حفظ وتجميع الناتج المحلي بشكل قومي، حيث أن النظام يتيح لكل الباحثين على مستوى الجمهورية الحفظ والاسترجاع بشكل مركزي مع إحكام إدارة النظام. ومن المتوقع أن تقوم البوابة بإتاحة خدماتها كاملة لكافة فئات الشعب المصري بداية من 23 من يناير 2016.